مساء الخير. أنا مي وهحكي النهاردة عن مسلسل الراية البيضاء. في عالم الدراما المصرية الثرية لما تحب تتكلم عنها وتكتشف أحد أسباب أصالتها فورا مش بتلاقي نفسك بتفتكر حد في المقام الأول غير أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة غني عن التعريف وأعماله غنية عن تعريف مدى جمالها وعمقها، لكن اللي هيحصل دلوقتي إن إحنا هنحاول بس نناقش ولو فكرة بسيطة من إبداعاته. والنهاردة هندخل عالم الراية البيضاء، وقبل ما نتعمق في عالم الراية البيضاء هنقول إن المسلسل مكون من 16 حلقة من بطولة جميل راتب، سناء جميل وغيرهم، واخراج محمد فضل. لما تيجي تقرا لمحه بسيطه لوصف الاحداث وتعرف هو بيتكلم عن ايه هتلاقي مكتوب وتدور احداثه عن سيده من اثرياء تجاره السمك في اسكندريه ترغب فيها الاستيلاء على قصر قديم واثري يقيم به احد السفراء في فتره تقاعد. دي اللمحه اللي مكتوبه عن المسلسل. طيب والحقيقه بقى بتقول ايه؟ بشكل تدريجي لما تيجي تتفرج على المسلسل هتلاقي الحقيقه بتقول ان هي مش مجرد قصه واحده رئيسيه ومباشره، لكن هي قصص كتير متداخله. بشكل عام المسلسل بيتكلم عن السفير الدكتور مفيد أبو الغار من الخارج يستقر في فيلته التاريخية، اللي بنفهم مع الأحداث إنها أثر حقيقي وتاريخي ورثه عن والده وأجداده بعد رحلة من النجاحات اللي حققها في فترة عمله كسفير بره مصر، لكنه بيتفاجئ برغبة المعلمة فضة في شراء الفيلا مهما كانت النتائج وبأي سعر، حتى لو السعر ده وصل ل7 مليون جنيه سنة 1988، غير فيلا جديدة في أرقى مناطق اسكندرية عشان يقدر يعيش فيها عوضا عن الفيلا المباعة. بتستميت فضة في سبيل الحصول على الفيلا، وده طبعا من خلال محامي ما عندوش ضمير لكن عنده من الحقارة اللي تخليه يستغل كل ثغرات القانون عشان يقدر يخليها تحصل على الفيلا لأجل الحصول على أموال طائلة من فضة ووعد منها بإدارة إحدى كبرى شركات. بشكل مباشر أشار المسلسل لقضية هدم الآثار، وده طبعا من خلال الصراع الأساسي بين الدكتور مفيد والمعلمة فضة. في أكتوبر 24 تم هدم عشرات المقابر التاريخية بمنطقة الإمام الشافعي، وده كان تمهيد لإنشاء محور صلاح سالم الجديد، وده للأسف كان بداية تنفيذ خطة للقضاء على ما يقرب من 600 مقبرة في منطقة القاهرة التاريخية من أجل إنشاء المحور. الغريب بقى إن مقابر الإمام الشافعي مدرجة داخل قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو من سنة 79 كتراث إنساني غير مادي، وده قبل إنتاج المسلسل أصلا لأنها بتقع ضمن منطقة القاهرة التاريخية، لكن نفس المنطقة غير مسجلة كأثر في وزارة الآثار المصرية. مش بس مقابر الإمام الشافعي، للأسف في خلال الفترة اللي فاتت تم هدم القصر الأحمر في مدينة المنصورة، وهو قصر له قيمة تاريخية وكان تحفة معمارية لكنه بس كان يحتاج لبعض الترميم، وده رغم كل الجهود اللي بذلها المهتمين بالمحافظة على الآثار وترميمها من أجل المحافظة عليه وترميمه عشان ما يتهدش. وأخيرا تم هدم مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك من أجل إقامة بعض المشروعات الحضرية. أثناء ما كان الدكتور مفيد بيواجه فضة بكل أسلحته المشروع عشان يوقف مخطط بيع الفيلا، طبعا لجأ للقانون والحكومة عشان يستغيث بيهم في مواجهة فضة وقلاضيشها، وكان بيسعى بكل الطرق لتسجيل الفيلا كأثر في وزارة الآثار عشان ما تتهدمش، لكن في خلال رحلته دي بيفاجأ بالبيروقراطية والروتين واللي بيقفوا للأسف عقبة في طريقه رغم إنه سفير سابق وعنده علاقات كتير، لكن الحكومة ما قدرتش تساعده بقرار قاطع وبسرعة لإنقاذ الفيلا. طبعا هنا الدولة ما هدمتش الفيلا لكنها للأسف ساعدت فضة بشكل تاني، ساعدتها بالسلبية وعدم تسجيل الفيلا كمبنى أثري في الحياة. دي كانت البداية، بيروقراطية وتعسف ومماطلة في تسجيل مبنى أثري، لحد ما بنوصل النهاردة لأن الحكومة نفسها هي اللي بتهدم الآثار وبشكل مباشر، آثار شاهدة على التاريخ زي كل الآثار اللي اتهدمت الفترة اللي فاتت. طيب نكمل نتعمق أكتر، نتكلم عن إسقاطات أكتر أشار ليها المسلسل بشكل غير مباشر. من شوية ذكرت إن محامي فضة كان بيستخدم كل الطرق المشروعة والغير مشروعة عشان يمكن فضة من شراء الفيلا من الدكتور مفيد بالعافية. عايزة بس أوضح إن فضة ما كانتش عايزة تشتري الفيلا عشان تحتفظ بيها ولا حاجة، لا هي كانت عايزة تسدها لأن هي متعرفش قيمتها أصلا. نرجع تاني للمحامي وخطته. طبعا كانت إحدى هذه الأفكار وإحدى هذه الطرق هي محاولة تطفيش الدكتور مفيد من الفيلا. المحامي حاول بطرق كتير عشان يخليه ييأس ويبيع الفيلا وهو مضطر، لكن الطريقة الأكثر بشاعة كانت تأجير الفيلا وهي في حيازة الدكتور مفيد وهو عايش فيها من غير ما يأجرها ولا حاجة، طبعا من خلال السرقة والنصب والتدليس. وبالفعل قانونا وبالورق تم تأجير الفيلا، أو بمعنى تاني أو هو المعنى الصحيح تم احتلالها. بالفعل تم احتلال الفيلا، وخلال الفترة دي وقبل ما ترجع تاني لحيازة الدكتور مفيد بالكامل احتلالها وهي السرقة برضو لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها. خلال فترة الاحتلال دي تتقاسم فضة وفريقها الجاهل السوقي الفيلا مع دكتور مفيد، وبنشوف معاناة الدكتور مفيد وإهانة الفيلا وإهانة أثرها بشكل مؤلم جدا من خلال ناس جهلة سوقيين عديم الضمير لكن معاهم فلوس وفلوس كتير قوي يخلوهم يقدروا يعملوا بيها أي حاجة. فلوسهم دي هي القوة العظمى اللي بتفتح لهم أي طريق، لكن ده للأسف مش هيغير من حقيقة كونهم مجرد شوية بلطجية. طيب تأجير الفيلا بالطريقة دي مش بيفكرنا بحاجة؟
وعد المحامي الفضة بإن هو هيشتري لها الفيلا بأي شكل وبأي تمن وهو لا يملكها أصلا. ده ما كانش وعد عادي، ده كان وعد من لا يملك لمن لا يستحق. طيب فضة، المعلمة فضة القادمة من الفراغ، السوقية الغير متحضرة اللي ما تملكش أي حاجة غير فلوس كتير قوي، بفرقتها العنجهية بتفكرك بحاجة؟ طيب الفيلا، المحتويات، الجدران، الأرض، تاريخ، اللي طول عمرها كانت ملك للدكتور مفيد ومن قبله والده وأجداده، وعمرها ما هتكون ملك الفضة مهما عملت ومهما حاولت، حتى لو احتلتها بالظلم وبطرق غير مشروعة. بتفكرك بحاجة؟ طيب نضيف تفصيلة جديدة بإسقاط جديد. أثناء رحلة فضة للحصول على الفيلا وبعد كتير من محاولاتها المضنية لإقناع الدكتور مفيد بالبيع، بتشعر فضة بالغيرة من الدكتور مفيد، بتحس إن هي أقل منه. يعني إيه دكتور؟ إيه الثقافة؟ إيه التاريخ؟ إيه الفن؟ إيه الحاجات اللي هو بيتكلم عنها طول الوقت؟ وبتقرر إن هي تواجه كل هذا الشعور بالضآلة بإن هي تبقى مثقفة، هتشتري الثقافة، هتشتريها بالفلوس اللي محلتهاش غيرها. بس يا ترى هينفع؟ كالعادة بتلجأ فضة للمحامي بتاعها عشان تخوض رحلتها طريق الثقافة، وبتقرر إن هي تدفع مئات الألوف كتبرعات لقصر ثقافة الإسكندرية غير الأراضي كمان، بس بشرط إن قصر الثقافة يعترف ويتشرف بالمعلمة فضة المثقفة ويعتبرها رمز من رموز الثقافة وراعية للآداب والفنون في مصر. وللأسف بيلتف الكثير من الفنانين والمثقفين حوالين فضة عشان حفنة من الجنيهات، وبيعترفوا بجهودها الثمينة من أجل مستقبل أفضل للتاريخ والفنون والآداب. الحقيقة إن هذا المشهد تفصيليا حصل بالفعل في مصر. تكمن روعة نص أسامة أنور عكاشة في تنبؤه بتسليع الفن، وبالفعل بعد 40 سنة تحققت النبوءة. وللأسف التف الكثير من الفنانين المصريين حول متعهد حفلات خليجي ثري يرى الفن مجرد وسيلة للترفيه، لكنه بيمتلك ملايين الريالات، كان زي فضة بالظبط، ملوش ماضي ولا حاضر ولا عمره هيكون ليه مستقبل، بل إن بيئته القادم منها كانت وقت عرض المسلسل بتحتقر الفنون ولا تعترف بها على الإطلاق. بعد سلسلة من الجولات بين الفريقين في هذه المعركة الضارية، ينتهي المسلسل بنهاية مفتوحة لكنها بتسألنا سؤال غاية في الأهمية: يا ترى إيه اللي هينتصر؟ القبح ولا الجمال؟ الجهل ولا الثقافة؟ الحداثة المشوهة ولا التاريخ؟ السوقية ولا التحضر؟ في النهاية حابة أقول إن مسلسل الراية البيضاء بكل النجوم اللي شاركوا فيه زي الفيلا بالظبط تراث فني وأدبي عظيم، تراث لو ما تعرفش عنه حاجة وحافظت عليه يتمحي ويتحط مكانه كمان أعمال هابطة، تاريخ لو ما حافظتش عليه يمكن كمان يتنهب منك ويتنسب لغيرك. أتمنى إن الأجيال الجديدة تعرف عن المسلسل ده وغيره وتعرف إن إحنا كان عندنا فن عظيم، عشان مصير المسلسل ما يكونش زي مصير مقابر الإمام الشافعي والقصر الأحمر ومقبرة أحمد شوقي. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.